دي أبشع جريمة حصلت في مصر، وانتشر عنها شائعات إنها طقوس سحر، والقاتل لحد النهاردة حر بين الناس. أواخر سنة 2005 في قرية بسيطة جدا في محافظة المنيا اتسمع أذان الفجر، وخرج أبو بكر الراجل البسيط، خرج من بيته متجه للمسجد، وكان متعود يقابل أخوه هناك كل يوم، ولكن اليوم ده أخوه مجاش. خلص صلاته وقرر يروح يطمن على أخوه وأمه اللي هم أصلا ساكنين سوا. خبط على الباب ولكن محدش فتح، ففتح الباب بالمفتاح اللي معاه ودخل البيت. البيت كان ضلمة وساكت بشكل غريب على غير الطبيعي. دخل وراح على أوضة أمه، وأول ما دخل الأوضة طلع منه صوت صرخة هزت البلد كلها. أهل البلد جريوا على البيت، لقوا أبو بكر مغمى عليه وأمه نايمة على السرير مدبوحة وبطنها مفتوحة وأعضائها طالعة، حتى العضو التناسلي كان متشال مقطوع من مكانه. ولما دخلوا الأوضة اللي جنب أوضة أمه لقوا أخوه مقتول بنفس الطريقة. الناس لسه في صدمة، وفجأة صرخة تانية هزت المكان، كانت جاية من بيت قريب. أهل البلد جريوا على البيت التاني، وده كان بيت محمد عبد الوالي. بناته الاتنين كانوا نايمين في الدور التاني، ولما نزلوا الدور الأول لقوا أبوهم وأمهم مدبوحين بنفس الطريقة، نفس السيناريو المرعب، ذبح، بطنهم مفتوحة، أعضائهم التناسلية مختفية. الناس بدأت ترتجف، ولكن قبل ما حد يستوعب اللي بيحصل صرخة تانية طلعت من بيت تالت. الطفل الصغير اللي كان شايل شنطته ومتجه من بيت جدته لبيت أبوه، الأستاذ يحيى أحمد. وأول ما دخل البيت طلعت منه الصرخة اللي سمعها أهل البلد، وأهل البلد لقوا الأستاذ يحيى ومراته وولاده الاتنين مقتولين بنفس الطريقة. في أقل من ساعة 3 بيجوا 10 جثث، ونفس الجريمة البشعة بتتكرر بنفس السيناريو، أكن اللي عاملها مش بني آدم. أهل البلد حرفيا مش قادرين يصدقوا، جريوا على القسم وبلغوا، ولما الشرطة وصلت قالوا جملة واحدة بس من غير أي حوار: عمرو بيقدم محتوى ضمان. لو عايز تعرف ايه اللي حصل في تحقيقات الشرطة وايه السبب ورا الجرايم البشعة دي، اكتب تم في الكومنتات عشان اول ما ينزل الجزء التاني يوصلك فورا.